السلام عليكم متابعينا الأعزاء. شاهد حفل زفاف الفنانة مي نور الشريف، ولن تصدق من هو عريسها الفنان المشهور بطل مسلسل كلبش. لكن قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. ستتفاجأ سبب فسخ خطوبتها من الفنان عمرو يوسف لتكشف لنا مدى وضاعته واستغلاله لها. كل هذا وأكثر في هذا الفيديو، شاهد للنهاية. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد إقامة حفل زفاف ابنة الفنان نور الشريف والفنانة بوسي في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك في حدود العائلة. وقد تبين من إحدى المواقع الإخبارية أن ابنة نور الشريف هي التي أصرت على أن يتم هذا الزفاف بدون مدعوين، وذلك حرصا منها على ابتعاد أعين الإعلام عنها وعن عائلتها. لتفاجئ الملايين بخبر زواجها من فنان مشهور اشتهر في مسلسل كلبش، وهو حفيد الفنان الكبير الراحل كمال الشناوي، فهو الفنان عمر الشناوي. وقد تفاجأ الكثيرين من هذه الزيجة، حيث معلوم أنه متزوج من فتاة اسمها هند من خارج الوسط الفني، ليفاجئ البعض بانفصاله عنها ما يقارب من شهر. وبعدها تعرف على ابنة الفنان نور الشريف، ونشأ بينهما قصة حب انتهت بالزواج. وقد ذكر الموقع حضور حفل الزفاف خالتها الفنانة المعتزلة نورة لتظهر بعد غياب طويل لتلتقطها الكاميرات وهي تتراقص بهستيريا وفرحة شديدة بحفل الزفاف. كما ظهر في الفيديو الفنانة بوسي وهي ترقص مع الفنانة نورة في حفل زفاف ابنتها مي. وجدير بالذكر أن الفنانة مي ابنة نور الشريف قد ارتبطت بقصة حب بالفنان عمرو يوسف، وذلك قبل أن يتركها ويتزوج الفنانة كندا علوش، ليتسبب لها في جرح شديد لم يشفى لوقتنا الحالي. ولم تكتشف مي سبب الانفصال، وخاصة كان يلازم هذا الوقت مرض والدها الفنان نور الشريف وأيضا وفاته. لتظهر الآن وتكشف أن الفنان عمرو يوسف قد استغلها وضحك عليها، حيث كان في بدايات مشواره الفني ولم يكن مشهور بالقدر الكافي ليتقرب إلى ابنة الفنان نور الشريف، مستغل شهرة ونجومية والدها الفنان الكبير الراحل نور الشريف. وقد نجح مخططه وأوقع مي ابنة نور الشريف في مصيدة الحب ليستدرجها حتى تملك من قلبها ليبدأ استغلالها لصالحه. فقد توسط الفنان نور الشريف لخطيب ابنته عمرو يوسف عند العديد من المخرجين والمنتجين ليبدأ اسم عمرو يوسف يكبر ويشتهر حتى أصبح من نجوم الصف الأول. ولكن النزال من طبعه، فبعد أن أصبح نجما لامعا وخاصة بعد مرض الفنان نور الشريف، أدرك وقتها أنه ليس في حاجة لها ولوالدها المريض.
وقرر بعدها الانفصال والابتعاد عنها ليكسر قلب إنسان أحبته وساعدته حتى يصبح نجما مشهورا. لتعيش مي نور الشريف في حالة اكتئاب شديدة وقتها ظلت لمدة عام، لتظهر الآن بقصة حب جديدة وزواجها من حفيد الفنان كمال الشناوي عمر الشناوي، فليبارك الله لها في زيجتها ورحم الله والدها الفنان الراحل نور الشريف. ولم يعترض الفنان نور الشريف على دخول ابنته إلى عالم الفن، إلا أنها بالرغم من ذلك لم تحقق النجومية الكاسحة مثل والدها الفنان نور الشريف ووالدتها الفنانة بوسي بسبب عدة ظروف شخصية وانقطاعها عن التمثيل لفترة. الفنانة مي نور الشريف ولدت في 10 أبريل سنة 1981 وسط عائلة فنية، فوالدها النجم الراحل نور الشريف ووالدتها الفنانة القديرة بوسي وعمتها الممثلة المعتزلة نورة. وخاضت مي تجربة التمثيل للمرة الأولى وهي في السادسة من عمرها بعد أن شاركت في مسلسل اللقاء الثاني عام 1988. ابتعدت بعدها عن أجواء التمثيل بسبب مرض والدها ووفاته، مشيرة إلى أنها كانت بحالة نفسية لا تسمح لها بالعمل، إضافة إلى دخولها في فترة كآبة بعد قرارها بالخضوع للرجيم، لكنها لم تصمد لتعود وتكتسب الوزن الزائد. لاحقتها إشاعات وأخبار عن كثرة ترددها على أطباء نفسيين، فأكدت بأن كل شخص يمكنه الذهاب لطبيب نفسي لأنه لا يوجد إنسان كامل بالمطلق، مشيرا إلى أنها بالفعل كانت تقابل أطباء نفسيين لكن لاستشارتهم في العديد من الأمور الشخصية بحياتها بسبب علاقات الصداقة التي تربطهم بالعائلة. أما بشأن حياتها العاطفية فلم ترتبط بشكل رسمي سوى مرة واحدة بالنجم عمرو يوسف، وأعلن عن خطوبتهما عام 2010، لكن الخطوبة لم تصمد سوى أشهر قليلة بدون إيضاح الأسباب من الطرفين وقتها. مي نور الشريف استطاعت أن تثبت بأنها بنت ب100 راجل بعد انهيار والدتها بوسي وشقيقتها سارة في الساعات الأولى من وفاة والدها، وهي من رافقت جثمان والدها لصلاة الجنازة وأشرفت على الدفن وكسرت التقاليد المتعارف عليها اجتماعيا عندها. كما أصرت مي نور الشريف على الوقوف لتلقي العزاء في والدها من كل أصدقائه لعدم وجود ابن ذكر للنجم الراحل نور الشريف، كما رفضت ارتداء الأسود في عزائه وارتدت الأبيض. انتهى الفيديو، لكن قبل المغادرة لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد.